أنا ممكن أتحدث لك كذلك يا أخي عن ظاهرة الإنسان الأبجيجة الشرير. والله الحقيقة يا أخي أنا عايز أحترف بحاجة، وعايز أعتذر للإنسان الأبجيجة السوداني تحديدا، لأنه يا أخي العزيز أنا والله كنت ظالمك، لكن الحقيقة وبعد التجارب في الحياة فالناس تصمت ونحاول نشيل من أزر بعض. تمام، هذا يا أختي الإنسان اللي بيلقى الشرير ممكن أحكي لك يعني قصته وتفرعاته وخصائصه وكيف يفكر يعني وكيف يتحرك في الحياة. يعني انظري كيف تشعبط المواضيع. يعني تعالي مثلا نربط هذه المواضيع مع بعض في الحلقة القادمة.